رؤية الأم، قلنا رؤية قوية، ورؤية الأب ورؤية الأخ. دي من الرؤى اللي هي فيها مبشرات بالخير لو إنسان بيمر بضيقة أو بيمر بمشاكل أو بهم. ولو شاف أبوه أو أمه أو أخته أو أخوه، فده بشرة خير ليه بإذن الله، انفراجة كبيرة. لو متوفي جه بقى وزعلان من حد عايش، فده محتاج اللي عايش ده يراجع حساباته، يشوف هو مقصر في ايه، يشوف ايه الامور اللي هو فيها عمل حاجة يعني فيها غضب لربنا، او هو مزعل حد، فهو جاي زعلان منه في امر هو مقصر فيه. فالمطلوب من الانسان اللي شاف رؤية زي دي يعيد حساباته مع نفسه ويشوف هو عامل ايه، لان كل واحد ادرى بحاله وعارف اموره الخاصة فيها ايه، دنيته فيها ايه، وحياته فيها ايه. ده بالنسبة لو متوفي جاي زعلان من اللي عايش. طيب لو متوفي جاي وبيشتكي من ألم في جسمه في حتت معينة، يعني مثلا بيشتكي من رجله، هو المتوفي خلاص مات وراح عند ربنا ويعني انقطع عمله عن الدنيا. فده معناه ان هو فعلا بيشتكي من، لا ده بينعكس على اهل بيته. يعني لو ابن حلم بابوه ان هو جاي ورجله تعباه، مش معنى ان هو ابوه رجله تعباه هو توفى، لا، تفسيره ان في تقصير من ناحية العايش من صلة رحم، ان هو قاطع صلة رحمه، فهو جاي ينذره ان هو يحاول يصل رحمه. يعني شوفوا تفسير الحلم جاي ازاي، ليها معنى تاني غير ما احنا متوقعين.